عايز تسمع كلام ولدك مناع؟ عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي هتاكل الرجاله، مش هتديهم قد ما هتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قلة العقل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، الميه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا بالجوع. طوعني يا كبير، طوعني يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، كفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع، يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجال ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم. الظاهر العمليه واعره قوي. ارتاحوا يا رجاله. اهدي. مناع ولدي. يلا يا شهيد مع الرجال. الحمد لله على السلامه يا ولدي. ازيك يا عم غوري؟ الله يسلمك يا عم ناجي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا ولدي. احنا بخير. لكن ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. سارة يا ولدي، الفلوس دي تترمي في ارض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غوري بس؟ رجاله نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الارض ومفيش فايده. مين اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الارض في ساعه وتنحرط وتتزرع في اسبوعين ثلاثه بالكتير. لا اله الا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجاله هتشتغل في ايه يا مناع؟ انا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجاله واحده واحده. الارض دي مش هتدي، الارض دي مالحه ومطبله. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجه وليها دواء، وانا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الارض دي في شهر. مغاوري، قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل ايه. بوي ايوه يا ولدي. عايز اقول لك حاجه يعني، بنت نسمه معايا في العربيه هي ما طاقتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي، النجع كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خدها على البيت من غير ما حد يشوفكم. يلا يا ولدي عبال ما نكرم الرجال. زين الفكره بس يا ابوي، يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك يا كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي يا ولدي، عايزك في موضوع كده ملولو. جري يا مغاوري، وانت كده خالف تعرف. يلا اطلعوا بره وقفوا على الباب. هميات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ ايوه الليله، لكن انت بتفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحقوا نوصلوا. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند تفريعه البحر، التجار هيحملوا في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تأمن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون ده، ايوه خليه معاك. طيب. او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب. اول ما يجينك مست مني مست. اشاره، يعني اشاره. ايوه. التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده هتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ تخافش، انا مناع لحويطي برضك. نسمة يا ضنايا يا بنتي، يا ضنايا يا حبيبتي يا بنتي، توحشتك قوي يا نسمة. وحشتك والله العظيم يما. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديلة ما توحشتكيش على طول. قلبي وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. الله يخليك. الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشت ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه، بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس، فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مليانه ناس وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنتي بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا،
كنت ببص عليهم من البلكونه من فوق واستنى لما مناع اخويا يعاود اعمل له لقمه ويدخل وينام، وكل يوم على ده الحال. يو، ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عيني عليك يا ولدي. اتاريه كبر قبل اوانه. يا خوفي لا فاطمه بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جربوها. قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجوز بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. اتفضل يا باشمهندس، عقود الجرارات والمواتير. ومكنه الشفط الكبيره هتركب ميته. بكره باذن الله على ما تخلصوا حرث هتكون الميه بتجري زي الرهوان. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الاحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا ابوي حلالنا، تعبي وشقايا وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، انا وانت وحدينا ومعانا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجه بيني ليه؟ كده انا عرفت. كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجه، يبقى حرام البندريه ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعه وابيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدهوني الخواجه بيني 2.5 مرات. كفايه كده، انا فهمت كل حاجه ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندريه؟ طب ادينا هملنا لهم زراعه المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا ايه، وانا اتحدى اي نفر فيهم يطلع نص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لابوك هتسميها ايه؟ انا وانت واحد يا ابوي، والعيله كلها امانه في رقبتي، واديك شايف النتيجه، اللي بكسبه بصرفه على العيله وليكم. كله اسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضه تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا ههملك الزرع توزعه بالطريقه اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانه دي يا ابوي؟ وقاعد معاك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوقتي من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكره الليله هسلمه واقبض بقيه الفلوس، يا دوبك تغطي بقيه مصاريف الارض لحد ما تطرح، وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الارض وتجهيزها، وكله تحت يدك. والعقود كمان اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معاك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معاهم قبل سابق، ما تخافش. وعموما انا كلمت عم ناجي، هو هيتصرف كالعاده. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شويه لان تستلم البضاعه بعد العشاء، وبعديها هطلع على سوهاج طوالي. كان ودي تعود بسرعه يا ولدي، عايزين نخلص من حكايه جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمه. ما بلاش منها الجوازه دي يا ابوي. شو يا ولدي؟ انت ناسي انها مرهونه باسمك من زمان؟ ما انت رهنتها من غير ما تشورني. هتكسر كلام ابوك يا مناع. ما عاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله، وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. مع السلامه يا ولدي، مع السلامه. تعالى شوف اوضتك، زينتها لك، بقت زي اوضه العرسان. ايه ده يما؟ نفافيخ وزينه، عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يما، كتر خيرك. يما انا مش مبسوط من الجوازه دي. الجواز يا ولدي زي القدر، مكتوب علينا من الازل. يعني لو جميله مكتوبه لك يبقى مش هتخش الا على جميله. والقبول، القبول يما، اعمل ايه؟ مش قابلها، مش طايقها. كل ما افكر ان انا هعيش معاها العمر كله اتخنق، احس اني راكبني 100 عفريت. انت لسه في دماغك بنت حسان يا ولدي، انساها، نصيحة انساها. الجواز حاجة
والعيش حاجة تانية خالص. ومادام وافقت خليك راجل وما تكسفش ابوك وعيلتك. حاضر يا أما، حاضر. بس احب على قدك شيل الزينه اللي انت عاملاها دي والنفافيخ. وادعي لي، ادعي لي يما. انا هقوم اسبح واتجهز على ما عم دياب يخلص كتيبه الحراسه اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخره ولدي.